السلام عليكم. كنتمنى تكونوا مزيانين وعلى خير. من بعد واحد المده طويله ديال شحال هذه ما حطيتش فيديو في القناه. اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم واحد الحليوات اللي كيجيو راقيين بزاف بمكون واحد، وغادي تعملوا 5 ديال الانواع. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ومرحبا بكم. كنتمنى ان الحليوات اللي عملت لكم اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، وصراحه الحليوات كيجيو رائعين بزاف وكيحمروا الوجه. اكيد غادي يعجبوكم ان شاء الله بحول الله. اذا نخليكم مع المقادير. بالنسبه للمكونات ديال الصابلي غادي نحتاجو كاس ديال العنبه ديال سنيده، كاس ديال الزيت، عندنا بيضه وحده، عندنا 100 غرام ديال اللوز مطحون، 250 غرام ديال زبده اللذة، 2 ساشي ديال فاني، عندي واحد السيترونه صغيره محكوكه، وعندنا 750 غرام ديال الدقيق ما يعادل كيلو الا ربع. غادي ناخذ الزبده ديالنا وغادي نضيفوا عليها السنيده، وغادي نحاولوا نمعكوها مزيان وندخلوا ديك السنيده في الزبده ديالنا حتى تدخل مزيان. عاد غادي نضيفوا المكونات اللي باقيين. بعد ما غادي نضيفوا المكونات كاملين غادي نجمعوا هادشي هذا كامل. بالنسبه للوز عندكم الاختيار تعملوا، انا عملت 100 غرام، تقدروا تعملوا 50 غرام ولا ما تعملوش، يعني كيبقى الاختيار ديالكم. وبالنسبه تقدروا تعملوا حتى الكاوكاو. بالنسبه للوز كيجي لذيذ في الصابلي، كيعطي واحد النكهه لذيذه بزاف، غادي تعجبكم ان شاء الله الا جربتوه باللوز. بالنسبه للسكر سنيده انا عملت سكر سنيده حيت بغيت الصابلي ديالي يجي عاطي القرمشه. اللي بغى يجي رطب شويه كيعمل نص سكر كلاصي ونص ديال سكر سنيده. صافي دابا غادي نبداو نضيفو الدقيق شويه بشويه كما قلت لكم انا، حيت عملت هنا اللوز. الوغ الدقيق ما غاديش يدخلنا كامل، المهم غادي تبقاو تعملوا شويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه. بالنسبه للعجينه ما كنعجنوهاش، وانما كنجمعوها كما كتشوفوا الطريقه على هذا الشكل هذا. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا غنعملوها في واحد الكيس بلاستيكي، وغادي ندخلوها للثلاجه وغادي نخليوها ترتاح واحد نص ساعه هكا. من بعد العجينه ديالنا ما ارتاحت واحد نص ساعه، صافي غادي ناخذوا الموس غادي نقسموها على جوج، وغادي نطلقوا الاولى. تقدروا تعملوا الكيس بلاستيكي، انا عملت غير شويه ديال الدقيق رشيته، وتقدروا نتوما تعملوا الكيس بلاستيكي يعني كيف ما بغيتوا الخدمه اللي كترتاحوا فيها اعملوها. صافي دابا غادي نطلقوا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا. من بعد ما طلقت العجينه ديالي، بالنسبه للمول غادي نحتاج هذا المول هذا واللاطه ديالنا رشيناها بشويه ديال الدقيق. بالنسبه لهذا المول هذا غادي نخرجوا منه جوج ديال الانواع. صافي غادي نستمروا على هذا الشكل هذا حتى نساليو الصابلي. بالنسبه انا الصابلي حيت عندي كوموند كبيره كنوريكم غير شويه من الكوموند اللي كنعمل باش تشوفوا الطريقه وصافي.
من بعد ما انتهينا بالتشكيل ديال الصبلي ديالنا غادي نستفوه في اللاطه ديالنا وغادي ندخلوه للفران. بالنسبه لدرجه الحراره تكون متوسطه، ما تكونش عاليه وما تكونش عاوتاني منخفضه بزاف، وغادي نخليوه يطيب على خاطر خاطرو. من بعد ملي نخرجوه غادي نزوقوه في الحلوى. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو هنا واحد 4 ديال الكاوكاو. من بعد ما حمرته في الفران على هذا الشكل هذا، غادي نحتاج واحد نص باكيه، غادي نعملو غير النصف هادي. دابا انا عطيتكم المقادير ديال 4 ديال الكاوكاو. عندنا هنا واحد 2 معالق ديال النيدو. وبالنسبه للشكلاط كالا غادي نحتاجو 250 غرام ديال الشكلاط كالا، شكلاط بيض. بالنسبه لهاد المكونات هادو انا ديتهم عند مول الحانوت اللي عنده الماكينه اللي كيطحن لي الكاوكاو واللوز وداكشي، ديتهم له طحونهم لي كاملين مع بعضياتهم 3 بيهم. الا كانت عندكم غير المولينكس وغادي تعملوا كونتيتي صغيره تقدروا تطحنوا كل حاجه بوحديتها وتخلطوهم مع بعضياتهم. من بعد ما جبتم عنده يعني الشكل ديالو القوام ديالو كيكون على هذا الشكل هذا، وخصكم يعني الكاوكاو تطحنوه مزيان باش يطلق ديك الزيت ديالو. صافي من بعد كنذوبوا الشوكولاته ديالنا وكنضيفوها على ديك الحشوه وكنبقاو نخلطوا. الا كنتو غادي تعملوا كونتيتي كبيره ما تخلطوش كلشي، بقى ديروا دقه بدقه يعني شويه بشويه، وانتم كتضيفوا عليها الشكلاط باش هكا ما يبس لكم شويه. يبس يعني ماشي مشكل، تعملوا بحال تذوب الشكلاط في حمام مريم وغادي يذوب لكم بكل سهوله. هاد المكونات صراحه كيجيو رائعين بزاف. يعني هاد الحشوه هذه كتجي رائعه. تقدروا انكم تعملوا حتى يعني البلوز في عود الكاوكاو، كيجي المذاق ديالو رائع بزاف. انا بعدا هاد الحلوه هذه كتعجبني، وحتى الناس اللي كنعملها لهم لي كوموند وديكشي يعني كيحماقوا عليها، دائما كيطلبوها لي. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم حتى نتوما. صافي غادي نستمروا في التحرك على هذا الشكل هذا حتى يعني ديك الكاوكاو ما يبقاش عاقد، غادي يطلق راسو. ما غاديش ياخذ لنا الوقت بزاف، يعني داكشي دغيا دغيا. صافي القوام ديالو كيولي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه لليمون هادو هما اللي غادي نحتاجهم، هاد 3 د الليمون هادو اللي غادي نعمروا بهم هاد الحشوه هادي. صافي غادي ناخذوا المعلقه ديالنا على هاد الشكل هذا، وغادي نبقاو نحطوا واحد الكميه حتى نكملوا هادشي هذا كامل. يعني نتوما عندكم حق الاختيار، يعني تعملوا الشكل اللي بغيتو واللي عجبكم. صافي غادي نستمروا لهذا الشكل هذا حتى نعمروا هذا المول كامل. صافي غادي ناخذ غير شي حاجه من تحت منه باش انني نتحكم فيها، وغادي نبقاو نضربوا على هذا الشكل هذا باش ديك اللي لتحت البقعات اللي كيكونوا لتحت نطلعوا الفوق ويخرجوا باش كتجي نورمال. من بعد ما غادي نخرجوها من الثلاجه صافي غادي ندخلها للثلاجه ونخليها تبرد. صافي غادي نستمروا على هذا الشكل هذا، وغادي نعمروا الليمون ديالنا ب3 بهم، وغادي ندخلوهم للثلاجه ولا الفريغو نخليهم حتى يجمدوا مزيان، ومن بعد عاد غادي نخرجوهم. من بعد ما خرجناهم من الفريغو كيكون الشكل ديالهم هكذا. صافي دابا غادي نديمو ليهم المول ديالهم وغادي ندوزو الطريقه ديال التزيين. بالنسبه للحلوى اللبله غادي ناخدو هنا عندنا كاوكاو كونكاسي، وعندنا واحد شويه ديال الشكلاط بيض. وصافي غادي نغطسوا الحلوى ديالنا على هذا الشكل هذا. حتى ندوزوا الحلوى كامله، ومن بعد غادي نزينوها بالقرقعه من الفوق. يعني طريقه تزيين من الفوق يعني تقدروا تعملوا اللي بغيتو. صراحه هاد الحلوى كتجي لذيذه بزاف، يعني هذه ما كتحتاجش لانها تدخلوها الفران ولا شي حاجه، يعني كتجي راقيه وميم طون كتجي يعني سهله في التصاوب ديالو. صافي دابا غادي ناخذ القرقاع وغادي نحطوه من الفوق على هذا الشكل هذا بكل سهوله.
وها هي الحلوى الاولى واجده. ندوزو دابا الحلوى الثانيه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للحلوى الثانيه غادي ناخذ هذا المول هذا نيت اللي قدينا به في الاول، وغادي نعملوا الشكل هذا الكحل على هذا الشكل هذا، وغادي ندوزو من الجوانب، وغادي ناخذ قطعه ديال الحلوى وغادي نغطسوها هنا على هذا الشكل هذا، ونحاولوا نبركو شويه بيدانا صافي. غادي نعملوا الشكلات من الفوق، وغادي نعملوا الكميه اللي بغينا، وغادي ندخلوها من بعد عاوتاني للثلاجه ولا الفريغو ونخليوها تبرد، وعاد نزوقوها من الفوق. من بعد ما خرجنا الحلوى ديالنا من الثلاجه غادي ناخذوا الشكلاط الابيض من بعد ما ذوبناه، وغادي ندوزو خطيطات على هذا الشكل هذا. غادي ناخذوا اليبول عندنا صفرين، تقدروا تعملوا اللون اللي بغيتو، وغادي نزوقوه على هذا الشكل هذا. وها الحلوى ديالنا واجده. دابا غادي ندوزو الحلوى الثالثه ان شاء الله. دابا غادي ندوزو للنوع الثالث ديال الحلوى. هذه الصابلي ديالنا من بعد ما طابت غادي ناخذو هذا عندي هنا الكراميل، نيسلي كراميل، وغادي ندهنو الصابلي ديالنا من التحت، يعني هذا راه التحتاني ديالو. غادي ندهنو الصابلي وغادي ناخذو هاد الحلوى وغادي نعملوها في الوسط، وغادي نزينوها من الجنب بالكاوكاو كونكاسي. هذا هو النوع الرابع. غادي نزوقوه، غادي نعملو غير شويه في الوسط ديال الكراميل، وغادي نحطوها في الوسط، وغادي نحاولوا نثبتوها شويه بيدانا حتى نساليو الكونتيتي اللي عندنا كامله. عاد ندوزو التزيين ديالهم بجوج بيهم. غادي ناخذوا الشكلاط كحل من بعد ما ذوبناه، وغادي نعملوه في واحد البلاستيك، وغادي ندوزو على ديك الخطيطات من الفوق بحال هذا الشكل هذا. وها الحلوى ديالنا واجده. غادي نزوقوها من الفوق بالورد الفيلالي، كيجي المنظر ديالها رائع بزاف. الا كنتو كتعقلوا على ديك الحلوى ديال تيتو كتجي نفس المذاق ديالها، وكتجي رائعه بزاف بزاف. انا بدا كتعجبني، وحتى الدراري الصغار تعجبهم، حتى الكبار يحماقوا عليها. مع اللوغو ديال الصابلي من التحت كتجي رائعه بزاف، كتجي لذيذه. صافي ها النوع الرابع ديالنا الحلوى هو واجد، وكيجي الشكل ديالو على هكا. بالنسبه للشكل الخامس غادي ناخذ واحد الكونتيتي ديال الشكلاط كحل، شكلاط اسود، وغادي نضيفوا عليه الكاوكاو كونكاسي، وغادي نضيفوا عليه ديك الحلوى ديالنا. غادي نغطسوها كامله في الحلوى كما قلت لكم، يعني تقدروا تعملوا في بلاصه الحلوى ديال الطرون، هذه كيسميوها الحلوى ديال الطرون. تقدروا تعملوا
يعني في بلاصه الكاوكاو تقدروا تعملوا اللوز حتى هو كيجي رائع. حتى هنا في الكاوكاو كونكاسي تعملوا اللوز كونكاسي، اكيد غادي يجي المذاق ديالها رائع. صافي غادي نستمروا على هذا الشكل هذا حتى نساليو الكونتيتي اللي عندنا. هذه غادي نزوقها بخطيطات من الفوق. بالنسبه للخطيطات انا خلطت شكلاط ابيض مع شكلاط كحل مع بعضياتهم، وغادي نعملوا الخطيطات من الفوق. وهالحلوه ديالنا الخامسه واجده. الا عجبكم الحلويات ديال اليوم كنتمنى انكم تبارطاجيوها مع الناس اللي عزيزين عليكم. ما تنساوش انكم تعملوا لي ابوني في لاشين ديالي، ومرحبا اللي يدخلوا عندي جداد، وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. هذا هو الشكل الخامس. سمحوا لي انا راه نسيت هذا النوع هذا. بالنسبه لهذا النوع هذا هو كنعملوا له الشكلاط من الوسط منه. صافي غادي ندوزوه كامل على هذا الشكل هذا، وغادي ناخذ ديك لي بول ديال لي شوكولا وغادي نعملوهم في الوسط. كما كتشوفوا الشكل ديالهم كيجي راقي بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا مزيانين وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قناه شيوات وفاء الشبوك. كما كتشوفوا اليوم غادي نحضروا مع بعضياتنا واحد الحلوه اللي كتجي لذيذه بزاف، الحلوه ديال البيض مسلوق، واللي طلبوها مني بزاف ديال الناس انني نعملها في القناه. واليوم ما شاء الله كتب انني نشاركها معكم، وكنشكر الناس اللي دعموني في القناه واللي تابوناو عندي جداد، وحتى الناس القدام كنشكرهم على التشجيعات ديالكم. واللي مازال ما شافش الحلوه ديال الفقاس والبلاطو اللي عملت ديال الحلوى في القناه، غادي نحط الروابط ديالهم اسفل صندوق الوصف. وشكرا لكم بزاف، كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بلا ما نزيد نطول عليكم غادي نخليكم مع طريقه التحضير ديال الحلوى. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو كاس ديال سنيده ديال العنبه، كاس ديال الزيت، عندنا 5 ديال البيضات مسلوقين حيدنا لهم غير الصفار ديالهم هما اللي غادي نحتاجوه. عندنا 250 غرام ديال الزبده، يعني ربعه ديال الزبده. عندنا شويه ديال الملحه، عندنا خماره وجوج ساشي ديال الفاني، وتقريبا عندنا واحد 600 غرام ديال الدقيق. في قزعه ولا قصريه غادي نجمعوا العجينه ديالنا. غادي نعملوا الزبده هي الاولى، غادي نضيفوا عليها سنيده، وغادي ندخلوا ديك السنيده مع الزبده، غادي نمعكوها مزيان. من بعد نتوما ضيفوا الصفار البيض هو الثالث. انا ضفت الزيت هو الثالث، ولكن نتوما ضيفوا البيض هو الثالث باش ديك البيض صفار البيض يتمعك لكم مع ديك السنيده والزبده. عاد ضيفوا الزيت من بعد.
بالنسبة للدقيق، من بعد ما جمعنا المكونات كاملين ولنا واحد الخليط متجانس، غادي نبقاو نضيفو الدقيق شويه بشويه وحنا كنجمعو العجينه ديالنا. غادي نضيفو الخماره عفوا، وغادي نجمعو العجينه. بالنسبه انا هنا ما دخلتليش 600 غرام ديال الدقيق، يعني نتوما على حسب الدقيق ديالكم ما تعملوش دقيق كامل كما كنعمل انا دابا. دخلوا الدقيق شويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه. صافي العجينه ديالنا هي تجمعت، وخصها يكون القوام ديالها على هذا الشكل هذا. دابا غادي نبداو نكوروها وندخلوها الفران. اللاطه ديالنا غادي نرشوها بشويه ديال الدقيق، وغادي نبقاو نكورو الكويرات ديالنا على هذا الشكل هذا، ونخلي واحد ليسباس بيناتهم حيت كتزيد تكبر شويه. وصافي غادي ندخلوها الفران على درجه الحراره تكون متوسطه، وغادي نخليوها طيب من التحت، ومن بعد غادي نهبطوها الفران لتحت باش تحمر واحد شويه. هذه هي الحلوى ديالنا من بعد ما خرجناها الفران، ودابا غادي ندوزو طريقه ديال التزيين ديالها. بالنسبه للتزيين غادي نحتاجو هاد الباسطه هادي. انا عندي هادي خديت باكيه، يعني هادي راه عملت لي انا 3 ديال القياسات، حيت عندي واحد كوموند ديال الحلوى، وهادو عملوا لي 3 القياسات. انا شاركت معكم غير قياس واحد، والاخر عاد خلطته بوحديتو. نتوما تقدروا تستعملوا غير شويه منها، يعني ما غاديش تطحنوها كامله. صافي عندنا هنا الشكلاط مذوب، شكلاط كحل. غادي ناخدو الحلوى ديالنا وغادي نغطسوها بديك الشكلاط. وبالنسبه لديك باسطه، يعني ضروري انكم غادي تطحنوها شويه، ما تطحنوهاش بزاف، يعني خليوها تكون مفرفشه شويه. صافي غادي نستمروا على هذا الشكل هذا. غادي نغطسوا الحلوى ديالنا في الشكلاط، وغادي نحطوها في ديك باسطه وندردروها بديك باسطه كامله. كتجي صراحه رائعه، كتجي لذيذه بزاف. انا من عشاق ديال هاد الحلوى هادي، يعني ما يمكنش في العيد ما نعملهاش، ضروري نعمل هاد الحلوى هادي، كتعجبني بزاف بزاف. وهذا الشكل النهائي ديالها كيجي على هاد الشكل هذا. صافي غادي نستمروا على هاد الشكل حتى نساليو الكويرات ديالنا. وبصحتكم براحتكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بجيم وبابوني ديالكم. وإلا عجبتكم الوصفه ما خلوا لي باردون كومونتير في القناه.
وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وما نكونوا ان شاء الله مع حلوى القادمه ان شاء الله بحول الله. وكاقتراح ليكم الا كنتو باغيين شي حلوى ولا شي حاجه، خليو هذه في كومونتير وان شاء الله نحضرها معكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى. كنتمنى انه تكون نالت الاعجاب ديالكم، بصراحه كتجي رائعه. اللي مازال ما جرباش كننصحو انه يجربها وغادي تعجبو بزاف. يعني العيد ما بقى له حتى شي حاجه، وهذه فرصه انكم تجربوها. علاش لا؟ واللي جرب الوصفه ديال اليوم يخلي لي كومونتير ويقول لي كيفاش جاتو. نخليكم دابا وما نكونوا مع وصفه قادمه ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا مزيانين وعلى خير، ومرحبا بكم معنا في قناة شيوات وفاء الشبوك. اليوم ان شاء الله غادي نعملوا مع بعضياتنا طريقة تحضير ديال حلوى الزليجة، ولكن اللي كيقول لها الرخامة ولا ميلفي ديال الكاوكاو. كما كتشوفوا كتجي رائعة وبواحد الطريقة سهلة على طريقتي الخاصة، وان شاء الله اكيد غادي تعجبكم. اللي مازال ما شافش هاد الحليوات اللي حطيت في القناه غادي نخلي الروابط ديالهم اسفل صندوق الوصف. اذا نخليكم مع طريقه تحضير الحلوى ديال الزليجه بلا ما نطول عليكم. عندكم تنساو ما تابوناش معايا في القناه وتشجعوني بالجيم ديالكم، وشكرا. غادي نحتاجو كيلو ديال الكاوكاو. انا حمرته، يعني انا بالشغل ديالو ما حيطلوش الشغل. اللي كيبغي يحيد الشغل ديالو يحيدو، ولا يشري الكاوكاو اللي ما فيهش الشغل. من بعد ما حمرته هرمشته على هاد الطريقه هادي، ما طحنتوش مزيان. وغادي نحتاجو هاد نيسلي كراميل علبه كامله. انا كنت ديجا خديت منها غير واحد المعلقه صغيره ما كاملاش. غنحتاجو واحد كاس ديال العسل. غادي نحتاج واحد الباكيه ديال الماريه، غادي نطحنوها حتى هي. غادي نحتاجو كذلك الشكلاط. اذا في بول غادي ناخدو الكاوكاو ديالنا اللي هرمشناه، وغادي نضيفو عليه ماريه. هي من بعد ما طحنتها كتضيف لها واحد البنه زوينه في هاد الزليجه ديالنا، في هاد الحلوى. غادي نضيفو واحد العلبه ديال الكراميل. من بعد غادي نضيفو العسل. بالنسبه اللي ما بغاش يعني الكراميل كيعطيها واحد النكهه بنينه، واحد مذاق زوين في الحلوى ديالنا. اللي ما بغاش انه يعمل الكراميل غادي يكتفي بالعسل فقط. وكإضافة اللي بغى يضيف الزبيب مع هاد الزليجة هادي تاهي كتجي بنينة معاها. غير بالنسبة للزبيب يعني اما تفزقوه في ماء زهر شوية اولا في الماء، من بعد تنشفوه وقطعوه عاد زيدوه مع الكاوكاو. حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين في الزليجة ديالنا في هاد الحلوى يعني. وكاين اللي ما كيبغيش يعمل الشكلاط كحل، يكون بزاف كيبغي الشكلاط بيض. يعني فعاود الشكلاط كحل انكم تعملوا الشكلاط بيض من الداخل ومن برا. نتوما غادي تشوفوا معايا طريقه التحضير، خليكم معايا. بالنسبه لهنا ما غاديش نضيف شكلاط كحل بزاف، غير واحد تقريبا نص كاس هكا. بالنسبه لهاد الزليجه هادي انا دخلت لي باكيه ديال الشكلاط، والشكلاط اللي كنستعمل هو الشكلاط كالون. يعني باكيه فيها، يعني درت في الوسط ديالها كما شفتوا على هاد الشكل هذا، وعملت حتى في الفوق ومن التحت ديال الزليجه. يعني دخلت لي باكيه بقى لي منها واحد شويه. يعني هنا كيلو راه كطينا واحد كميه لا بأس بها. وعادي الا ضفتو لها الزبيب ويعني داكشي غادي تزيد الكميه ديالو. صافي غادي ناخدو واحد البلاستيك على هاد الشكل هذا، وغادي نوضعو ديك الزليجه ديالنا وغادي نحاولوا نقادوها. في الاول حاولوا تقادوها غير بيداكم، يعني واخا تبان لكم هكا راه غادي تقاد مع ديك الشكلاط اللي كنضيفوا لها. ما كتخليهاش، يعني كتخليها دغيا تجمع، ما كتخليهاش انها تبقى كتهرس ولا شي حاجه. يعني ديك الشكلاط اللي كنضيفو حتى هو راه السر في هاد الحلوى هادي، كيخليها تجمع دغيا. صافي غادي نبقاو نقادوها على هاد الشكل هذا.
وغادي ناخذ واحد البلاستيكه فوق منها، وعاد غادي نبقاو نطلقوا على هذا الشكل. وانكم تكونوا كتقادوها على هذا الشكل هذا، حاولوا تجيبوها يعني مربعه تكون قاده باش ما كيبقاوناش الكسور بزاف. وعملوا البلاستيكه من الجناب على هذا الشكل هذا باش انكم تحكموا في الحجم اللي غادي تعملوه، ما تخرجناش الحشوه من الجناب. اللي بغى اي استفسارات ولا اي حاجه ما فهمتوهاش في لي فيديو، بقاو تخليو لي الكومونتير ديالكم وانا راه الاشاره ديالكم. بعد ما كنسى شي حاجه ولا هادي يعني خليو لي كومونتير ديالكم. وإلا عجبكم هاد الحلويات اللي كنعمل يعني نستمر انني نحط لكم الحلويات في القناه، خليو لي كومونتير ديالكم. كما كتشوفوا من بعد ما جمعناها على الجناب لهذا الشكل هذا يعني كتجينا ساهله في التقطع ديالها من بعد، يعني ما كتعذبناش. وحاولوا انكم تثبتوها مزيان، ما تخليوش الفراغات ما بين الحشوه ديالنا. هذا هو السمك اللي خصو يكون عليها باش كتجينا الحلوى زوينه وكتجينا عامره، كتجيش فيها غير شويه، تكونش كبيره تكونش او ميم طون صغيره. صافي دابا غادي ناخذ واحد لاطه ولا اي حاجه تكون عندكم مسطحه، وغادي نحاولوا ندخلوها من تحت ونجروها على هذه الطريقه هذه. صافي دابا هنا خصو يكون عندنا الشكلاط ديالنا مذوب. غادي نحيدو ديك البلاستيكه الفوقانيه وما ترميوهاش، يعني خليوها مازال غادي تحتاجوها من بعد. صافي غادي نضيفو الشكلاط ديالنا من الفوق وغادي نخليوها تبرد، عاد غادي نقلبوها باش نزوقوها من الفوق. صافي دابا من بعد ما قدينا الشكلاط ديالنا غادي نخليوها تبرد، عاد غادي نكملوا المرحله الثانيه. بالنسبه هنايا يعني انا ما دخلتهاش للثلاجه ولا شي حاجه، خليتها تبرد يعني بوحديتها. صافي غادي نضربوا اللاطه ديالنا على هذا الشكل هذا باش تقادنا ديك الشكلاط من الفوق. هنا من بعد ما بردت غادي ناخذ ديك البلاستيكه اللي كنت عاملاها في الاول، غادي نعملها من الفوق وغادي ناخذ شي لاطه واحده اخرى وغادي نقلبوها. صافي هنا غادي نحيدو ديك البلاستيكه الفوقانيه. بالنسبه في هذه المرحله هذه خصنا نكونوا ذوبنا الشكلاط ابيض وعملناه في البلاستيكه ولا في شي حاجه. وبالنسبه للشكلاط الكحل حتى هو غادي نكونوا ذوبناه. وفي هذه المرحله هذه انا راه زدت الشكلاط الزيت. علاش زدت له شويه ديال الزيت؟ باش ملي نكونوا ما يغلبناش يعني دغيا يبرد وما تجيناش الزواقه باينه، يعني باش كتاخذ وقتك في الزواق ديالو. يعني خصها تجي الشكلاط يكون خفيف شويه، ما ديرولوش الزيت بزاف، تقريبا واحد 3 ديال المعالق. وصافي غادي نقادو الحلوى ديالنا على هذا الشكل هذا. يعني في هذه المرحله هذه حاولوا انكم تكونوا سريعين شويه. غادي نضربوا اللاطه ديالنا كما كتشوفوا باش ديك الشكلاط اللي الفوق كيتقاد لنا، يعني كتجي الحلوى مقاده وكتعطي ديك البغيون من الفوق. صافي غادي ناخذ الشكلاط ابيض على هذا الشكل هذا وغادي ندوزو على الحلوى كامله. وهنا خصو يكون عندكم واحد الكوردون ولا شي حاجه باش غادي تجروا بها.
كما كتشوفوا انا كندوز الكوردون في جهه وحده، من بعد عاد غادي ندوز للجهه الثانيه. صراحه كتجي طريقه سهله، كما قلت لكم ان الزيت زيدوه في الشكلاط باش كيسهل عليكم العمليه ديال يعني التسويق ديالها، ما تجمدلكمش ما تبردلكمش في ملي تكونوا كتسوقوا على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الحلوى ديال اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنسوش انكم تبارطاجيوها مع الناس اللي كتبغيو، مع اي واحد يعني توريو لهم هاد الحلوى هادي والحلويات الاخرين حتى هما. ومرحبا بالناس اللي تابوناو عندي جداد، وكنتمنى انكم اللي مازال ما تابوناش عندي في لاشين يتابونا ويبارطاجي لاشين ديالي مع الناس اللي كيعرفوا. صافي دابا غادي ناخدو شي موس يكون ماضي شويه، وغادي نقطعو ديك الجانب، من بعد غادي نقدوها على هاد الشكل هذا. غادي ندوزوها كامله على هاد الطريقه هادي، ويكون عندكم شي منديل ولا شي حاجه في يداكم بقاو تمسحوا الموس ديالكم الى تقاس بالشكلاط شويه باش ما كتجيناش ديك الواجهه فيها الشكلاط. صافي دابا من بعد غادي نبقاو ناخدو يعني مورسو غادي نبقى نقطعو وحده بوحده، يعني ما غاديش ناخدو هاد القطعه كامله وغادي نقسموها كامله في دقه واحده، لا غادي ناخدو مورسو بمورسو وغادي نقطعوها على هاد الشكل هذا باش كتجي مقاده. وانتم كما كتشوفوا ملفي ديالنا كتجي رائعه بزاف، وكتجي الزواق ديالها باين. وواحد الملاحظه يعني حتى ديك الزيت اللي كنضيفوه يعني ملي كنكونوا كنقطعوا على هذا الشكل هذا ما كيخليناش ديك الشكلاط يتهرس، يعني كيبقى مزيان، كيبقى لين. صافي غادي ناخذ الكويغطات من بعد ما حليناهم، وغادي نبقاو نحطوهم في لاطه ديالنا ولا شي حاجه. انا هذا عام كان عندي كوموند، هاديك علاش بغيت نعملو معاكم، يعني بغيت ليك اي كوموند كنعملو ولا اي حلوه كنعملو بغيت نشاركها معاكم. صافي كيما كتشوفوا انا خديت واحد اللعيبه كتكون طويله، شي سباتيو ولا شي حاجه، يعني منين تبغيو تجروها من التحت دغيا تجر لكم وما تهرسلكمش في يداكم. الحلوى ديالنا من بعد ما قديناها كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه، وحتى في المذاق كتجي بنينه بزاف. كتعجبني هاد الحلوى بزاف ديال الزليجه ولا ملفيه اولا الرخامه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. خليكم على خير والى وصفه قادمه ان شاء الله، وشكرا لكم على حسن المتابعه. السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في القناه ديالي ان شاء الله بحول الله. نطلبوا من الله نكونوا مزيانين مع بعضياتنا بالتوفيق، وهذا اللي غوسيت يجيو اللي بغيتو شي حاجه طلبوها مرحبا. اليوم ان شاء الله غنبداو بالكعبه، نبداو بالعجينه. عندنا كيلو د الطحين، 250 غرام ديال الزبده، 2 معالق ديال الزيت، كاس ديال المزهر. غنكملو بالماء طبعا ان شاء الله. 2 معالق ديال السكر كلاصي، هذه بالنسبه للعجين. اما اللوز ان شاء الله سلقته نقيته خليته يبس، طحنته. 2 كيلو عندي د اللوز مع كيلو ديال السكر كلاصي مع 200 غرام ديال الزبده مسكه حره. ونعجنو ان شاء الله بحول الله. العجينه تكون شويه ما خفيفه ما ثقيله، تكون قاصحه شويه ان شاء الله. واللوز خلاص، اللوز نعجنوه نخليوه يرتاح شي شويه باش كيتجانس مع بعضياته ان شاء الله. ونشوفوا عاوتاني كنبداو بالعجينه. نديرو 2 معالق ديال السكر كلاصي، كيلو د الطحين طبعا. كنديرو 1/4 ديال الزبده، كنديرو 2 معالق ديال الزيت، كندخلو الزبده في الطحين
الطحين حتى كتدخل مزيان. المهم منين دخلت الزبده مزيان كنحلحلوها مزيان حتى كتدخل الزبده نيشان في الطحين، مكيبقاش نهائيا الطحين هذا. كندخلو الزبده مزيان صافي، كنبداو نعجنوه. كنزيدو مزهر كنعجنوها حتى كيتسالى مزهر. ولا بقات لنا العجينه باقي خصها كنزيدو الماء بالطبع. المهم العجينه ما تكونش لا خفيفه ما تكونش ثقيله بزاف، تكون المهم قاصحه شي شويه باش كتقدر تتحكم فيها. وملي كنعجنوها كنخليوها واحد تقريبا على الاقل واحد نص ساعه باش كتشد راسها هذا. حطوها في الثلاجه. ولا دابا ملي كيكون الحل بارد داكشي تحطها غير حداك هنايا بحال دير بلاستيك باش ما تشرقلش وصافي. هادشي ملي كنجمعوها هكا قد تجمع ما تكونش زاليه، تكونش عجينه عاديه. هانتي كتشوف كنزيد شويه د الماء باش كنكملو صافي. كنجمعو العجينه هكذا كنحطوها بلاستيك. هيا العجينه عجناها وجمعناها، غنديروها بلاستيك ونحطوها في الثلاجه. بما نجمعوا اللوز ونحربلوه وداكشي تكون تلقات راسها. ونيت باش كتجمع راسها في الثلاجه واخا يكون الحل بارد نديروها في الثلاجه باش كتجمع راسها شويه باش كتسهلكم حتى في الخدمه. نبداو باللوز نحطوه هكا. هذا راه فيه السكر كلاصي كما قلنا، فيه هذا. كنزيدو مسكه حره، كنديرو الزبده. ما كنشتغلوا بيدنا بدون بحال اللي كنصايبوا في الدار ديالنا، ما نديروش التصنع. ندخلوا الزبده مزيان في داك اللوز. الزبده هذه ملحه شي شويه باش كتجي لذيذه. دير على شويه الملحه، كاش عندكم ملحه دير شويه معلقه السمن وزيد معاها الزبده باش كتجي مجانسه. المهم كندخلوا ديك الزبده من داخل كنرشو شويه ديال المزهر باش كتجمع لنا العجينه. جمعنا اللوز جمعنا مزيان. صافي كنجمعوها هكا. شوفوا واش بقات تحرقل. عجينه د اللوز قسمتها على جوج. عندي هاد النهار الطلبيه ديال الكعبه والكحك. الكعبه ها هي قد حيت مطلوبه كبيره شي شويه، ها الحليبلات ديال الكعبه. بالنسبه للكحك مره اخرى ان شاء الله بحول الله نقدم لكم انا نفس العجينه نفس العقده نفس كل شيء، كتبقى غير تغيير الشكل وصافي. ان شاء الله بحول الله مره اخرى نوريكم الكحك.
العجينه هكا نديروها في بلاستيكه باش ما تركلناش. كنحطوا اللوز حدانا هكا، نبداو في الخدمه ان شاء الله. عندنا هاد النقاش كنقشو به. نبداو ان شاء الله بحول الله بالعجينه. نسرحوا، كنستخدموا بطبيعه الحال الماكينه. كنخدموا ان شاء الله بحول الله. كنسرحوا العجينه حتى كترقق بطبيعه الحال. جوجكم طويله كتقسموها على جوج. هذه هنا باش تجيك سهله. ندوزوها ماكينه. كانت منقوشه نقشوها، نخليو العجينه شويه غليظه. كانت ما نقشوهاش نديروها غير سام، كنديروها في الرقم 6 نيشان باش كتجي العجينه رقيقه مره. هذه متوسطه ماشي غليظه ماشي رقيقه. كنحطوا الحربول ديالنا هكذا، كندوروه هكا، كنوصلو في الوسط، كنشدو في الوسط ونجمعوه هكا. في نفس الوقت اللي كنبداو من الوسط كنجمعوه هكا، كنجيو هنا كنطلعو الكعبه باش كنقادوها من الفوق. كتجي لنا حاده من هنا، من هنا غليظه. كنجي لهنا كنشد العجينه مزيان. هذه هي مهمه، هاد الخطوه هذه كنزيد ناكد عليها. كنتكيو عليها مزيان. جيب الناعوره سهله ماشي شي حاجه، خاصها شويه ديال التركيز. هذه الكعبه ديالنا. نزيدكم واحده اخرى باش تزيدوا هذا. كنحطوا اللوز ديالنا، كنلويو العجينه هكذا، كنجيو للوسط هكذا، كنتكيو غير شويه ماشي بزاف. كنكملو هكا، كنجيو لديك الوسط الاول كنديرو هكا، كنطلعو كنصنعوها. كنسميو التصنيع ديال الكعبه. كنديرو وسط هكا، كنحاولوا نرقوا هاد البلاصه. كل واحد والطريقه ديالو الكعبه. انا دابا انا معروفه بهاد الكعبه هكذا، كتجي زوينه، كتكي مزيان في الجناب هنا حتى كتموت العجينه مع العجينه. باش ملي نحشوها في الفران باش ما كنقطعوها بالناعور. ها الكعبه ديالنا هذه ما منقوشاش. غنزيدكم الثالثه. هانتي كنزيدو العجينه هكا، كنجيو للوسط، كنصنعوها، كنطلعو الوسطاني رقيقه. انت كتشوف رقيقه، كنجيو لهنا كنهبطو هكذا. هانتي لاحظت من هنا غليظه من هنا رقيقه. كنتكيو على العجينه مزيان باش تشدنا. نحطو الناعوره. هذه المرحله ديال الصنع ديال الكعبه. كتقلنا المرحله كنديرو شويه طحين باش كنتحكموا في الكعبه ديالنا باش مابقاش تلصق لنا في الهادي. كنجيبو النقاش، كنبداو نقشو. نحيدو هادي باش تبين. كنبداو نقشو. دابا هادي غنقشوها حنايا كلها، يعني ما نخليش منها حتى حاجه. كتسمى الكعبه منقوشه. هانتي كنضربو ضريبه حتى ضريبه حتى ضريبه. ومن الاحسن تخليو الكعبه تنشف شي شويه. دابا انا كنوريكم النقش، ولكن ملي تكون كتصايبوه تخليوها تنشف شي شويه. هذا باش ما تجيش النقش، باش يجي النقش واضح. هانتي كنقشوها. ها هي الكعبه منقوشه. بغيتو ما تنقشوهاش كامله، كتخليوها سامبل هكذا، تحطوها
كتجي غزاله، كتجي بلديه، هذه كتسمى الكعبه البلديه. ولكن الكعبه البلديه ما كنرقولاش هذه، كنخليوها غليظه شي شويه باش كتجي عاطيه المنظر زويون حتى هي. هذه ديال النقوشه كنرقوا لها هذه باش كتجي هاد النقشه كتجي زوينه، ما كتجيش غليظه. الكعبه راه فيها انواع بزاف، ماشي غير نوع واحد. غنزيدكم كعبه وحده في النقش. هانتي كتشد بيدك من هنا، هاد الصبع هذا كتعطاكي به من هنا، وهذا كتنقش باش كتجي النقشه زوينه. ها بغيتي تنقشها هي من الفوق هكذا، كتجي لتحت عاوتاني تنقش هكذا. هذه منقوشه من الفوق ومن تحت، هذه منقوشه كامله. بغينا نديرو الكعبه ما منقوشش، انا غنوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي. ما كديرهاش رقيقه من الفوق، بالعكس كتخليها غليظه من الفوق. هانتوما كتحط كدير هكذا، هذه كتخليها غليظه عريضه من هانتي نفس الخطوات، غير الاخرى كترقق. هذه من الفوقانيه كترقى، هذه كتخليها غليظه شي شويه. بغيتيها تخليها مبسوطه هكا تخليها، بغيتي تصنعها كطلعها شي شويه طلع. المهم كتخليها هكا غليظه من هنايا. هانتي هانتي الفرق بين هذه اللي غنقشو وهذه اللي ما غنقشوش، كتخليها هكا. بعد ما سخنا الفران ديالنا واحد 4 ساعات قبل، كنحطوا الحلوى ديالنا طيب، مكتهش بزاف الوقت، المهم تكون الفران سخون شويه. من بعد ما خرجنا الكعب غزال من الفران كيجي غزال ومقاد. اللي ما فهمش شي حاجه يخلي لي كومونتير ان شاء الله بحول الله، مع التواصل مع بعض. دعموني بزر الاشتراك، واللي بغيتو شي حاجه طلبوها في لي كومونتير، انا تحت الطلب ديالكم ان شاء الله. السلام عليكم. اليوم غنصايبو الكحك الرباطي، كيجي فحال عوينه، كيجي زوين، المنظر ديالو راقي بزاف مطلوب. هانتوما كتشوفوا معايا كيجي زوين، كيجي غزال، وعاد لذيذ ما نقولكمش كيفاش كيجي المذاق ديالو، كيجي رائع. الطريقه ديال العقده وديال العجينه تلقاوها في صندوق الوصف، حيت من قبل درنا الكعبه يعني نفس العجينه نفس العقده. كما كتشوفوا هذا اللوز ديالنا حنايا حربلناه على شكل بريولات طوالين، يكونوا نفس الحجم نفس الطول. كنحطوهم كنديروا لهم بابي سيلفيرجي باش ما يضربهمش الريح. صافي نبداو الخدمه ديالنا. كنطلقوا العجينه كما كتشوفوا، العجينه ديالنا كنطلقوها بحال خدمه ديال الكعبه، بحال خدمه ديال هذا الكحك. يعني غير العجينه اللي كتكون قاصحه شي شويه باش تقدر تتحكم فيها، يعني ما تكونش رطبه بزاف. صافي كنطلقوا العجينه ديالنا هكذا، كندوزوها في لا ماشين. صافي كنبقاو نشكلوا الحلوى ديالنا كما كتشوفوا. كنقطعوا بهذا صافي. كنديروا بعد ما كنقادوا اللوز ديالنا بيدنا كما كتشوفوا، كنحطوا على طرف العجينه، كنلويو كما كنديروا الكحك، يعني نفس الطريقه، يعني كيف الطريقه ديال الكحك كيف الطريقه ديال الكحك الرباطي. صافي كنقادوا بيدنا هكا وكنقطعوا هكذا. صافي كنقادوا بيدنا، حاولوا تكون نفس الحجم نفس يعني هذا، وكنجمعوا في ديك الجمع كتسدها مزيان، حيت الا ما سديتيهاش مزيان غادي تحلك في الطبيخ. يعني صافي هكا، وكتبقاو تحطوا وحده مور وحده حتى كتساليو ديك العجينه ديالكم. من بعد باش كنخليوها
العجينه ديالنا كتيبس شويه باش ملي كنكونوا غنقشوها كتجي النقش ديالها واقف، ما يجيش النقش ديالها ماشي هو هذاك. صافي كنتابعوا نفس يعني بسيطه، كتجي زوينه ولات مطلوبه بزاف. في بلاصه الكحك ولاو كيديروا الكحك الرباطي حتى هو كيجي زوين، كيجي بحال القليب. يعني لابد ضروري في ديك البليصه خصكم تجمعوها مزيان، يعني بلا بيض بلا والو، غير العجينه كتشد، يعني بلا بيض. كما كتشوفوني كنشتغل، كتقادوا الحليب بلاد اللوز بيدكم، كتبقاو هكذا تواصلوا نفس العمل حتى كتكملوا العقده ديالكم، كتكملوا العجينه، غتحصلوا على واحد الحلوى راقيه زوينه بزاف. وبالنسبه للفران كنخليو بعد الحلوى ديالنا هكا كتبات الليله كامله، ولا كان الصيف غير من الصباح للعشيه كتيبس. الفران كنسخنوه من قبل واحد تقريبا واحد 4 ساعة كيكون سخون مزيان. الحلوى اللوز ديالنا دائما كنطيبوها في الفران يكون سخون باش كطيب دغيا، وفي نفس الوقت باش ما كتقصحش، حيت الا درتو العافيه مهيله كتولي قاصحه. صافي كما كتشوفوا الكحك ديالنا كنبداو نقشوه، كنبقاو نقشوه وحده بوحده. كنتوما كتشوفوا كديروا ضريبه حتى ضريبه باش كيجي النقش ديالنا مستف وواقف. وملي تكونوا كتصايبوا الكعبه ولا الكحك خليوه ينشف شي شويه حتى ينشف الاخر، واحد دقيقه وجوج دقائق. عاود ملي كتكونوا ساليتو العجينه اللي في يدكم كتنقشوه. صافي كنبقاو نقشوا هكذا. انا غنزيدكم الثانيه باش تزيدوا تشوفوا. النقاش خصو يكون كما كتشوفوا عريض باش يجي على قد الكحك ديالنا. صافي نتوما كما كتشوفوا كتنقشوها من كل جهه وتحطوا في لاطا ديالكم. من بعد ما طبخناها كدهنوا الوجه ديالها، غير الوجيوه ديالها كدهنوه بالناباج. هذا اللوز ديالنا كنكونوا حمرناه في الفران وكون كاسيناه كما كتشوفوا، نزوقوا الوجه ديالها. الكحك ديالنا كما كتشوفوا كيجي رائع، كيجي زوين، كيجي راقي، يعني حتى المنظر ديالو كيجي زوين بزاف بزاف. الا عجبكم الفيديو ديالي ديروا جيم، ديروا لي ابوني وشجعوني باش نقدر نزيد نعطيكم بزاف د الحاجات وبزاف د الحلاوي زوينين بزاف. كنطلقوا العجينه ديالنا هكذا بعد ما كنكونوا حربلنا اللوز وجدناه من قبل باش يدانا كيبقاو نقيين. كندوزوها في لا ماشين على رقم 6 رقيقه، تكونش غليظه، وباش العجينه كتساعد معنا باش ما كتجيش خشينه، كتجي زوينه. دابا كندوزوها نقسموها على جوج، كندوزوها في لا ماشين. من بعد ما كندوزوها في لا ماشين كنحاولوا نصايبوا الكحك ديالنا غير بشويه بكل بساطه. كنطلقوا نحطوا العجينه، كنقطعوا من شويه من الجناب باش كنشنفوها باش كتجي زواق. كنجيبوا الحربول ديال اللوز كنحطوه في الطرف، كنقادوه مزيان في الطرف، كنلويو عليه العجينه بالطريف بيدانا شويه بشويه بشويه بشويه
حتى كنساليو العجينة. في نفس الوقت كتكون عندنا واحد كنعبرو بها دايرة فيها 8 سنتيمتر، 8 حتى 9 حتى 12، تنشوف على حسب الكحك اللي بغيتي. كنتي بغيتيه صغير 9، بغيتيه يكون متوسط 10، كون بغيتيه كبير كيكون خصك 12 سنتيمتر. كدير هذيك باش كتجيك الكحك مقاد. كنبقاو نعبرو بها وحيدة بوحيدة كنقطعو. هذه بالنسبة للمبتدئات. ملي كيكون هذا خدمة ماشية في يدو ما كتحتاجش هادشي هذا كامل، كيجي القياس هو هذاك، ولكن هكا باش كتجيك الكحك كيكون مقادد. صافي كنقطعو الكحك ديالنا هكذا، كنقادوه بيدانا، كنحاولوا نضغطو عليه باش العجينة كتلصق على اللوز، وفي نفس الوقت كنطوعوها على شكل دائري باش كتسهلنا الخدمة. ملي كنطوعوها هكا كنجيو لواحد الجنيب كنحلو هكاك وكندخلو بيدانا اللوز باش كنخليو ليسباس. كنجيبو بياض البيض كندير واحد شويه، ما ديرش بزاف، كنزيدو اللوز مع اللوز، كنلصقو اللوز مع اللوز صافي، وكنشدوه بيدانا، كنشدوه مزيان، تشد البليصه كتشدها مزيان، كتقادد بيدك لابد. المهم كتصايب الكحك هكذا شويه، كتجمع، خصك تجمع حتى كتيبس تقريبا، كدير ديك العجينه كامله، تخليهم يبسوا واحد شويه باش ملي تجي تنقشهم كيجي النقش واضح وكيجي مزيان، بحال الكعبه، بحال هادشي ديال اللوز كامل كيخصو يبس شي شويه باش يعطيك الطعم. هيا نعاود لكم الثانيه، هانتوما شوفوا نفس الطريقه. خصكم غير شويه د الصبار وشويه ديال لابد الحلوى، خصها الصبار، خصها الخضر. اللي كنزيد نأكد هي البيض ما ديروش بزاف باش حيت الا درتي بزاف ما كتبقاش تلصق. ودابا كنقشوا الكحك ديالنا بعد ما يبس شي شويه، كنقشوه بواحد النقاش عريض ماشي بحال ديال الكعبه، كنقشوه شويه بشويه، كنميلو يدنا هكذا بحال ما كتشوفوا، ضريبه حدا ضريبه حدا ضريبه حتى كنساليو الكحك ديالنا. كنساليوه بالنقش، كنحاولوا نخليوه تقريبا 2 سوايع حتى كتيبس العجينه. نزيدكم الثانيه هانتوما كتشوفوا، كنخليوها هذا الفران كيكون سخون شي شويه، كندخلوها طيب، كطيب واحد تقريبا 10 دقائق ما كاملاش، على حسب دغيا كطيب، هي ماشي ما كتاخذش الوقت بزاف. صافي بعد ما وجد الكحك ديالنا هو، دابا غنبداو العمليات ديال الزواق. بعد ما اللوز كنا حمرناه حطيناه وكونكاسيناه وشويه ديال ناباج، كندهنو بالناباج من الفوق شي شويه هكذا، شويه ماشي بزاف، كنحشوها في اللوز، كنحشوها هكا في اللوز وكنستفو حيده بحيده حتى كنساليو المراحل كامله. بغيتو اللوز يكون محمر بحال ما درتو انايا ديرو محمر، بغيتو يكون ناقص التحمير كديروه ناقص التحمير. شوف نتوما اللوغو ديالكم اللي بغيتو، شنو المذاق اللي بغيتو، هو هذا كيجي لذيذ كيجي زوين هكا. صافي ملي كنساليو كنستفو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا مزيانين على خير وعجبكم الفيديو. مرحبا بكم في قناة جيوز وفاء الشباك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعضياتنا طريقة التحضير ديال الفقاس اللي كيجي رائع بزاف، والسر ديال انه ما يتهرشش. غادي نقول لكم ان شاء الله بحول الله كيفاش تعملوا مع الفقاس. من
انا الفقاس ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والطريقه اللي غادي نقدم لكم بسيطه بزاف، اكيد غادي ينجح لكم، ما غاديش تخليوه لا يبات لا والو، غادي تقطعوه في الحين. وكنتمنى انكم تبارطاجيوه مع الناس اللي كتعرفوا، وما تنساوش انكم تابوناو في القناه ديالي. اللي مازال ما شافش هذا البلاطو هذا ديال الحلوى اللي كيجي رائع بزاف، يدخل الصندوق الوصف، غادي نحط الرابط ديالو تما، ومرحبا بالناس يدخلوا عندي جداد، وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم. اذا بلا ما نزيد نطول عليكم ندوزو طريقه التحضير ديال الفقاس. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو زلافه ديال اللوز. بالنسبه للمقادير اللي غادي نعطي، غادي نعطي ديال 2 عبارات يعني ديال 2 كيلو، وانتم غادي تعملوا نص ديال العبر الا بغيتو. بالنسبه للوز غادي نعملوه يفزك شويه. عندنا زلافه ديال السنجنان، زلافه 2 سلايف ديال السكر سنيده، عندنا نص زلافه مخلطه ما بين حبه حلاوه ونافع، وعندنا جوج سلايف ديال الزيت، نفس الزلافه اللي عبرت بها. بالنسبه للبيض عندنا 12 بيضه، 2 ساشي ديال خميره الحلويات، و2 ساشي ديال الفانيلا. غادي ناخذ واحد الفانيلا ولا كانت صافي غير كونتيتي صغيره، تقدروا تعجنوها غير في الكسره. غادي نعملوا البيض هنا، ومن بعد غادي نضيفوا عليها السكر سنيده. انا عملت هنا كونتيتي كبيره حيت عندي كوموند، تقدروا نتوما تعملوا غير نص قياس. وغادي نحط لكم المقادير بالضبط في صندوق الوصف بالغرام ان شاء الله بحول الله. غادي نضيفوا المكونات كاملين. بالنسبه للدقيق غادي نحتاجو 2 كيلو، الا كنتو غادي تعملوا نص عبار غادي تعملوا يعني 6 البيضات، خماره وحده، ساشي ديال الفاني، نص زلافه سنيده، نص زلافه يعني زلافه سنيده، نص زلافه ديال اللوز، يعني غادي ديروا نص القياس اللي عطيتكم انا. بالنسبه للدقيق كما قلت لكم غادي ندخلوا 2 كيلو ديال الدقيق في هذا العبار هذا، الا كنتو غادي تعملوا غير نص عبار غادي ديروا كيلو ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق يعني كما كنقول لكم ما تضيفوش في مره واحده، بقى تضيفوا شويه بشويه وانتم كتخلطوا حتى تحصلوا القوام اللي غادي ما يكونش جاري بزاف، يعني يكون القوام ديالو شاد راسو. غادي تتبعوا معايا وغادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش. وبالنسبه للوز كما قلت لكم انكم خصكم تخليوه يفزك واحد 5 دقائق. هذاك هو السر، انه ما كيخليش الفقاس يتهرس ملي يكونوا كنقطعوه، يعني كيكون رطب ولا يرطب شويه، وملي كنجيو كنقطعوه بكل سهوله.
بالنسبه للقوام ديال العجينه خصو يكون على هذا الشكل هذا، وكما قلت لكم انكم ما تضيفوش دقيق دقه وحده، بقى تضيفوه شويه بشويه. غادي نقلبوا العجينه وغادي ندخلوا الاصبع ديالنا في العجينه وغادي نشوفوه واش هبط ولا لا. نقلبوا العجينه ما خصهاش تهبط، خصها تبقى شاده على راسها على هذا الشكل هذا باش منين ندخلوها للفران ما تهبطش. واحد البيضه في الزلافه وغادي نضيفوا عليها واحد معلقه مع مراش ديال نيسكافيه وغادي نطربوه مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وغادي ندوزو طريقه ديال باش نقادو الفقاس ديالنا ونعملوه في الطواوي باش ندخلوه الفران ان شاء الله بحول الله. غادي ناخذوا العجينه وغادي نقسموها على جوج، من بعد غادي نقسموها على 4 وكل مرسو غادي نقسموها على جوج، يعني جوج عبر غادي يجونا 8 ديال القطع، ولا كان عبر واحد غادي نعملو 4 ديال القطع. صافي غادي ناخذوا القطعه الاولى وغادي نشكلوها حرابل على هذا الشكل هذا، غادي نحاولوا نقادوها. طاوه غادي نكونوا دهنينها بالزيت وغادي نقادوا الحرابل ديالنا هنا، وغادي كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه غادي نحاولوا نقادوهم باش كاع ما كيهبطوا لنا في الفران. وغادي تخليو هاد ليسباس هادي بيناتهم باش ما يتلاصقوا لكمش، يعني ما تقربوهمش لبعضياتهم. غادي ندهنوهم بالبيض والنيسكافيه اللي خلطنا في الاول على هذا الشكل هذا. كاين اللي كيعمل الكاكاو كيجي اللون ديالهم غامق، ولكن انا كنفضلهم هكا حتى الناس اللي كيطلبوهم لي اكثريه بنيسكافيه. صافي غادي ناخذوا فرشيط وغادي ندوزو على الوجه ديال الحربول ديالنا، وغادي نستمروا لهذا الشكل هذا حتى ندهنوهم كاملين باش ندخلوهم للفران. بالطريقه ديال الفقاس ملي غادي ندخلوه الفران، يعني الفران خصو يكون عندنا بارد في الاول، يعني ما يكونش الفران مجهد. غادي نقصوا عليه مزيان وغادي ندخلوا الفقاس ديالنا باش كيطيب على خاطرو، يعني كنأكد عليها. ولا كان الفران ديال الغاز غادي تخليو الفران محلول شويه، كما كنقول يعني الفران ما تجهدوش عليه باش الفقاس كيطيب على خاطرو. هذا هو الفقاس ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران. كما قلت لكم انه خليته يطيب على خاطرو، كيجي محمر من التحت، كيجي مزيون. انا هنا راه ما غادي نغطيه ما حتى شي حاجه، غادي نخليه حتى يبرد وغادي نقطعه مباشره، يعني ما غاديش نخليه يبات ليله كامله حتى لغدا عاد نقطعه، بالعكس غادي نخليه غير يبرد وغادي نبدا نقطعه ان شاء الله بحول الله. ما كتشوفوا يعني كيجينا ساهل في التقطاع وما كيتهرس ما حتى شي حاجه. ان شاء الله الا جربتوا الطريقه هذه اكيد انكم غادي تنجح لكم. بالنسبه للموس من الاحسن يكون عنده ديك السنينات من الحافه ديالو، حتى هو كيساعدنا على التقطاع، ماشي بحال الموس عادي. حتى الموس عادي كيقطع مزيان غير هو كيعذب شويه وصافي، اما الموس بحال هكا يعني كيساعد على التقطاع بكل سهوله. وصافي غادي نستمروا على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نسقطوا الحلوه ديالنا في الطاوه باش ندخلوها الفران. كما كتشوفوا ان الفقاس ديالنا كيجي رائع بزاف وراه ما كيتهرس ما حتى شي حاجه، ما كيخليناش نكوزو مره. صافي غادي نطفيو
لاطا ديالنا وغادي ندخلوه بالنسبه للفران ديال الكاز. انا كندخلو الفوق وكنخليه يتحمر، من بعد كنهبطو عاوتاني لتحت وكنحمرو. يعني ما كنبقاش نقلب كنخليه لتحت ولا نقلب الفقاط والثمره ديالو، لا بالعكس كنحمرو من التحت، من بعد عاوتاني كنهبط اللاطا ديالي لتحت الفران وكنحمرو عادي. كيجي رائع بزاف، واكيد ان شاء الله الا جربتو غادي ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع الناس كتبغي، ما تنساوش انكم تابوناو في قناه جيوة وفاء الشكوك. ومرحبا بالناس